المغرب استقبل جميع المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية بحسن الضيافة المعروفة به. تنظيم يعني محكم، الفنادق محترمة، الملاعب حديثة، والتنقل مريح. كل وفد وصلت في ظروف جيدة بدون أي تمييز أو مشاكل، لكن للأسف وقع تصرف غير مقبول من أحد أفراد وفد المنتخب الجزائري بعدما قام بتغطية الصورة جلالة الملك محمد السادس داخل قاعة اجتماعات بأحد الفنادق الرباط. التصرف لا علاقة له بالرياضة ويعد مسا برمز من رموز الدولة المغربية. إدارة الفندق دخلت فورا، وبعد مراجعة الكاميرات تم توجيه توبيخ رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مع التأكيد على عدم تكرار مثل هذه السلوكات. المغرب بلد ضيافة ويضع الضيف فوق الرأس، لكن في المقابل احترام رموز الدولة خط أحمر. من لا يستطيع احترام قوانين ورموز البلد المستضيف فعليه أن يتحمل المسؤولية ديال التصرفات ديالو. اليوم التركيز يجب أن يكون على كرة القدم وعلى الدعم المنتخب الوطني داخل الملعب بالتشجيع الحقيقي، لأن النجاح في هذه البطولة لا يكون إلا بالروح الوطنية والانضباط. المغرب مرحبا بالجميع، لكن الكرامة الوطنية فوق كل اعتبار.